تعرفوا الحقيقة البشعة؟ الحقيقة البشعة يلي عاملينها برستيج وعم نشحد عليها عطف وبخاف يواجهها أي حدا فيكن هلأ. هي نحن ما بدنا نطيب، احنا بدنا نطلع صح. حاج تتباكوا تلعبوا دور الضحية البريء، انتو الشريك الأول الجريمة اللي عم بتصير فيكن وبأرواحكن. انتو متمسكين بجروحكن، قاعدين سجن عدم الفهم، مو لأنكن مستمتعين، بعرف، بس لأنه بتعطيكن أفضلية أخلاقية على الجلاد. يعني بتخليكن تصرخوا وتقولوا للعالم شوفوا شقد هن ظالميني وانا بريء. هلا فيكم، طمنوني عنكم، كيف حالكم؟ مع حالكم؟ لساتكم قدرانين تسمعوا صوتكم الحقيقي ولا بلشتوا تضيعوا بالزحمة؟ أنا ديليفان، واليوم رح نحاول نحكي عن السبب اللي بخلينا ما نقدر نطلع من مشاكلنا النفسية وجروحنا. أنا مالي جاي أحكي عن الناس اللي أذتكم ولا عن قسوة المحيط، الظلم اللي عشتوه هاد كله صار ورا ظهر. بالمناسبة الفيديو الماضي نحن شلنا القناع عن لعبة السادية الناعمة وفرقنا قدر الإمكان بين نوعين من البشر: الصنف الطيب اللي بيأذي بجهل وبينام بضمير مرتاح، والصنف الخبيث يلي بيفهمك وبيعرفك وبيعرف وين نقاط ضعفك ووجعك وبيتفنن وهو عم يضربك فيهم بكل تعمد ونفاق. إذا فاتكم الفيديو السابق فياريت تشوفوا. اليوم رح نحكي عن ليفل أعمق وأجرأ وأخطر. اليوم ما لنا جايين نحكي عن الجلاد وبس، اليوم بدنا نحكي عن دوركم انتو باللعبة، لأنه العلاقات السامة بشكل عام سواء رفقة، أهل أو بالزواج هي تانجو، رقصة ثنائية ما بتمشي برجل وحدة. وأول شيء الجلاد بالبداية ما بيكون سادي، بيكون جلاد لا شعوري عم يعمل فحص جودة قدرتكم على الخضوع، وهون يلتقط الإشارة وبيبلش يمارس عليكم سادية ناعمة، وبيبلش يفرض عليكم شروط قاسية، بيجبركم تدفعوا ضريبة وجوده من كرامتكم، بيطلب مثلا تلغوا صوتكم وتكذبوا احساسكم وتعتذروا عن وجعكم بس كرمال ما يمشي. وهون انتوا بتعطوا الضوء الاخضر بوعي او بدون وعي، بالسكوت، بالاعتذار، تكذيب احساسكم، يعني انتوا اللي سلمتوهم الكرباج، او احيانا بيزعلوا منكم او بيغضبوا عليكم، بيحسسوكم انهم جائزة وانتوا شحادين على ابوابهم، والشرط الوحيد لتضلوا معهم هو انكم تموتوا من جوا وتبتسموا من برا. هلا خلونا نفكك القصة مع بعض عمق. أنا ليش عم أقول إنه المنبع الحقيقي لعذابكم هو أنتو؟ لأن لما حدا بيأذينا بالماضي الأذى صار وانتهى، والكلمة البشعة انقالت، والموقف مر عليه وقت، وهاد بعلم النفس اسمه الوجع الأول، وهاد مو ذنبك ولا بإيدك. بس لما تقعدي بالأيام والشهور والسنين واقفة بنفس المكان وناطرة هدول الناس بالذات أو هذا الشخص يرجع ويصلح اللي عمله، هون نحن عم نمدد صلاحية الوجع بإيدينا وعم نحوله لألم مستدام. الصدمة الحقيقية مو باللي عملوه فيكي، بس باستسلامك للفراغ يلي تركوه. كأنك بتقولي لروحك أنا ما رح أشفى ولا رح أتحرك خطوة لحتى هنن يعطوني إذن الشفاء. انتي لساتك واقفة عند الأفعى اللي قرصتك عم تترجيها تعطيكي المصل للطيبي، وهذا هو الاستعباد النفسي. طيب ليش عقلنا الباطن بيلعب معنا هي اللعبة المظلمة؟ ليش منربط كرامتنا بناس دمروها؟ لأن دماغنا البشري بطبيعته بيكره القصص الناقصة. لما حدا يكسرنا ويمشي منحس بخلل بالتوازن، فبنقنع حالنا بوهم انه هذا الوجع ما بيروح الا اذا الشخص يلي عمل هذا الكسر هو نفسه يلي راح يجبره، وكأننا خاطرين منه يعيد توازن الكون بقلوبنا. وبتعرفي هذا المنظر شو بيشبه؟ الواقع بيشبه تماما شخص انطعن بصدره وعم ينزف، وبدل ما يركض لعند الدكتور يداوي ويخيط جرحه بتلاقيه عم يركض ورا القاتل ويترجاه دخيلك ارجع اسحب السكينة واغسلها بدمي ليطيب الجرح. وهي هي قمة المأساة. نحن عم نطلب دواء من الأداة اللي جرحتنا، نحن عم نطلب براءتنا وقيمتنا من القاضي الظالم هو نفسه حكم علينا بالإعدام، عم نطلب الدفع من الثلج. اوكي، حتى لو افترضنا انه نعتذر، الاعتذار هلأ شو بيفيد؟
كتير منا بفكر إذا رجع هذا الشخص واعتذر فالسحر رح يشتغل، يعني بكبسة زر الجرح رح يطيب. بس الحقيقة النفسية المرة هي الاعتذار بيصلح الغلط بس ما بيشفيكي من الصدمة. لما الروح تنطفي من جوا وتعيشي ليالي وأيام، تعيشي ليالي بطولة عم تشكي بقيمتك وشكلك وعقلك ووجعك، كلمة آسفة هي اللحظة تجي مثل قشة مي باردة على بيت احترق وصار رماد. شو بتفيد هي الرشة؟ الاعتذار يلي انتي مستنيتيه هذا بيجي ليريح ضمير الجلاد ويخليه يحس ببطولة مزيفة انه اعتذر وانه رح يقدر ينام بالليل. بس هاد ما رح يرجع ثقتك بحالك، ولا رح يرمم الجرح اللي صار جواتك، ولا رح يرجع السنين يلي انسرقت من عمرك وانتي عم تبكي بالعتمة. تعرفي في قاعدة كونية ونفسية وثابتة لازم تطبعيها بعقلك وقلبك، انه المؤذي عمره ما كان الشافي. عمرك شفتي حدا انحرقت ايده وركض لعند النار مشان النار تبرد هذا الحرق؟ وبتعرفوا الفيلسوف سارتر حكى بمسرحيته الشهيرة الذباب عن كابوس بيشبه هذا الشيء، وهو ما كان عم يحكي قصة خيالية، هو كان عم يشرح حالتي وحالتكم لما نوقع بالفخ. تخيلوا معي مدينة كاملة أهلها مطفيين مكسورين وعم يبكوا ليل نهار جوات أبو وعم يعاقبوا حالهم، ومين السجان يا ترى؟ هو طاغية ظالم سرق منهم لقمتهم وعم يذلهم. والمصيبة وين؟ إنه هدول الناس ما فكروا حتى إنه يكسروا الباب ويهربوا، هن قاعدين عم يستنوا هذا الطاغية يمرق من قدامهم ويعطيهم شهادة حسن سلوك ويقلن انتو ناس كتير أكابر ومظلومين. وهون سارتر بيعتبر هذا الشيء خيانة علنية للذات. أول الشيء رأيه لأنه هذا الشيء بيعطي شرعية للمؤذي، يعني لما أنت بتضلي ناطرة الاعتذار أو كلمة أنا عرفت قيمتك أو نحن عرفنا قيمتك من الناس اللي دمروكي، معناها أنت عم بتقولي لعقلك الباطن هذا الشخص أو هدول الناس هن الإله المتحكم بوجودي، إذا قالوا أنا منيحة فأنا منيحة، إذا قالوا أنا إلي قيمة معناته أنا إلي قيمة، وإذا أهملوني فأنا ولا شيء وأنا زيرو على الهامش. ومو بس هيك، سارتر بيشرح لنا إنه المفتاح بجيبتك بس أنت حابة السجن. سارتر هون عم يحاول يصرخ بالناس إنه السجن ما له قفل أصلاً، الباب مفتوح والمفتاح بجيبتك. النجاة والحرية واقفين برا ناطرينك تاخدي خطوة، بس انتي قاعدة جوات الأبو ومستنية الجلاد هو اللي يأذن لك ويفك أسرك. الشخص اللي أذاكي مستحيل يشفيكي، لأنه ببساطة لو كان بهمه ما كان من الأساس طعانك. مشان هيك الانتظار ليشفيكي هو قمة الغباء الوجودي وخيانة كاملة لكرامتك. مشان هيك اصحي بقى وكسري هذا الصنم المريض جواتك. النجاة الحقيقية ما بتبلش باللحظة اللي بيعتذروا فيها، النجاة بتبلش لما بتقطعي رجائك من الجلادين، لما بتعرفي انه دواكي شفائك هو مسؤوليتك الفردية انت لحالك ومهمة روحك مع رب العالمين، مو صدقة عاطفية من حدا ولا من نية. الأماكن والأشخاص اللي ناطرين منهم يكونوا الدواء للجروح اللي هن عملوها هن مجرد حيطان بيوت مهجور ما لا سند، وإنك تستني قدامها منتهى الغباء الوجود، لأن عم يضيع عمركن على الفاضي. الشافي جواتك مو بالإيد يلي كسرتك. بدي أسألكم وبأعلى درجات الجرأة بدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات، واجهوا حالكم قدام المراية بدون كذب. كم سنة سرقت من عمركم وانتوا عم تشحدوا رضا من الناس اللي طعنتكم بس كرمال تطلعوا صح؟ كم سنة مرقت انتوا قاعدين مستنيين يعتذروا منكم مشان تطيبوا؟ وهيك خلصنا. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.